صباح الخير. رجوعا تاني لكتاب سوبر كوميونيكيتورز، والحقيقه فكره قويه جدا يا جماعه في موضوع الخلاف ما بين الناس. نقطه مهمه من الكوميونيكيشن ما بين الناس هو ان مش على طول الكوميونيكيشن بينا هتكون حلوه وجميله، هنختلف مع بعض. طب نعمل ايه لما نختلف؟ الكتاب بقى في الخاطره دي بيتكلم السوبر كوميونيكيتورز بيعملوا ايه لما يختلفوا. انا محتاج ان انا اقراها زي ما هي وبعدين هعلق عليها. اللي بيقول المقطع ده هي بروفيسور اسمها شيلا هين. هي بروفيسور في لو سكول في جامعة هارفارد، كلية الحقوق في جامعة هارفارد. تقول ان هي she had assumed that the goal of discussing a conflict and engaging in debate was achieving victory, defeating the other side. But that's not right. Rather, the real goal is figuring out why a conflict exists in the first place. بتقول ان هي وهي صغيره كانت متصوره ان الهدف ان احنا لما نقعد مع بعض ونتخانق في موضوع ويكون كل واحد بقى جاي شاحن نفسه ومحضر نفسه زي كده بالظبط برنامج الاتجاه المعاكس. بتقول ان هي كانت فاكره ان الهدف ان انا اطلع كسبانه وان انا اقطع اللي قدامي وان انا ازاي احرجه وازنقه. بس لما كبرت شافت ان الموضوع مش كده. قالت هو انا توصلت ان النتيجه لاي خلاف او اي ديبيت ما بيني وبين اللي قدامي مش ان انا اطلع كسبان او يطلع خسران، هو ان انا افهم احنا بنتخانق على ايه. ليه بتقول كده؟ بتقول عشان انا لو فهمت احنا بنتخانق على ايه غالبا المساحات بتاعت الخلاف هتقل مش هتزيد. طب المشكله فين بقى؟ ودي نقطه فكروا فيها، ويا ريت كل واحد كده يكتب لي في الكومنتس هو بيواجه الموضوع ده قد ايه. الفكره ان احنا غالبا لما بنتخانق على حاجه او نكون بندبيت على حاجه احنا مش بنقول اللي جوانا، احنا مش بنقول الايموشنز بتاعتنا. اديكوا اكزامبل، مثلا راجل ومراته بيتكلموا في موضوع الخلفه، عندهم ولد والراجل ليتس سي الراجل نفسه في ولد تاني، بس الست بتتخانق مش عايزه ولد تاني. طيب هما بيتخانقوا وكل واحد بيقول اسبابه، وانت مش مهتم بيا وانت بتحرميني. اللي هي بتقوله بقى شيلاهين ان اللي هم بيقولوه اللي على السطح عادة مش بيكون هو السبب الحقيقي اللي بيتخانقوا عشانه، بيبقى في سبب تحت، في ايموشنز وفي مشاعر واسباب جوه كل واحد في الطرفين، بس هو مش بيقولها ليه؟ لاسباب كتيره، منها ان احنا بنخاف ان احنا لو قلنا اللي جوانا نبان ان احنا ضعاف، ومنها بنخاف ان احنا لو قلنا اللي جوانا اللي قدامنا يستغله، يقول انت في اليوم الفلاني قلت ان انت كذا. ففي الاخر we don't express our emotions. فايه اللي يحصل؟ فنكون بنتخانق على نقطة مش هي النقطة الحقيقية. فايه اللي يحصل؟ ما نعرفش نتفق. ليه؟ لان احنا مش واضحين. انا عمال بتخانق معاك مثلا عشان متضايق، بس هو في الحقيقه الجزمه ضيقه عليا وزعلان وموجوع، بس ده مش بقول لك. فطول ما انت مش عارف، انت غالبا انا وانت مش هنعرف نوصل لحل. نقطه جامده جدا. وفي الحته دي بقى شيلا هين بتقول ان ستيب نمبر 1 عشان الديبيت بتاعنا او الخلاف بتاعنا نعرف نحطه على الطريق المناسب للسوبر كوميونيكيشن هو ان احنا وي اكسبريس اور فيلينجز ونتكلم بشكل واضح about our feelings. طبعا ده مش سهل، والسيت اب والانفايرومنت عشان ده يكون متاح هو محتاج يتصمم ويكون ديزايند. ده مش سهل خالص. لكن دي النقطة الأولى، ونقطة مهمة جدا في موضوع الخلاف وازاي السوبر كوميونيكيتورز بيتناولوا الخلاف ده. يا ريت كل واحد كده في الكومنتس يقول لي على اكزامبل لديبيت او خناقه او مشكله بتحصل بينه وبين طرف تاني وبيكون السبب اللي هم بيتخانقوا عليه مش هو نفس السبب اللي جواه. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير.